عجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. تعليقا مرة ثانية على أحداث المدينة المنورة. إخواني، عندما أتى الزائرون والزائرات المؤمنون والمؤمنات، عندما أتوا من المنطقة الشرقية إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولزيارة الإمام الحسن والإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهم، عندما أتوا هؤلاء إلى زيارة هؤلاء، السعودية حملت عليهم بما عرف العالم تفصيله، وعلقت على الحملة تلك ووصفت الحاملين بالنواصب، فمن يحمل على قبر رسول الله، على زائري وزائرات قبر رسول الله، فهذا ناصبي، ومن يحمل على زائري وزائرات قبور أئمة البقيع عليهم السلام، فهذا ناصبي. ونعت هؤلاء الحاملين بعبارات أبناء الزانيات، أبناء العاهرات، أبناء القحبة. الإعلام السعودي حمل علي بالمقابل وانتقدني بأنه لماذا وصفت هؤلاء بأبناء الزانيات، بأبناء العاهرات، بأبناء القحبة، وخصوصا لماذا استعملت كلمة القحبة. والإعلام السعودي حمل علي باللغة العربية وباللغة الفارسية، مع أن مجلس الحديث الشريف باللغة العربية، ومع أن تعليقي الأول على أحداث المدينة المنورة باللغة العربية، ولا أستعمل اللغة الفارسية إلا في استعراض تصريحات الخميني وأشباهه من كبار الفلاسفة والعرفاء. أولا، لماذا حمل الإعلام السعودي علي باللغة الفارسية؟ هل انتقاما مني لحساب نظام ديانة وحدة الموجود في طهران؟ السعودية وهابية، والوهابية عدوة الفلسفة والعرفان، فلماذا عدوة الفلسفة والعرفان تحمل علي بصفتي عدوا للفلسفة والعرفان؟ وهنا سر من سنوات، هناك وحدة بين الديانة الوهابية وديانة وحدة الموجود، وقد ظهرت آثار هذه الوحدة في العراق، في المفخخات وفي الأحزمة الناسفة وما أشبه. وهناك تصريحين خطيرين لجلال الطالباني، مع أنه رجل التوازنات
والمعادلات الإقليمية، وقبلها المحلية وبعدها العالمية. جلال الطالباني يقول في تصريحيه ما مضمونه أن إيران تتحمل تبعات 70% من تفجير العراق والعراقيين والزائرين والزائرات إلى العتبات المقدسة في العراق. هذا أولا. ثانيا، حسب النصوص الدينية هؤلاء الذين حملوا على الزائدين والزائرات هؤلاء نواصب، وحسب النصوص الدينية كل ناصبي فهو ابن الزانية، ابن العاهرة، ابن القحبة. وهذا اليوم بالمقدار الذي يسعه الوقت نستطرد بعض النصوص الدينية بهذا الصدد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لن يبغضك، ولن لنفي الأبد، لن يبغضك من العرب إلا دعي. الدعي ابن الزانية. وهؤلاء الذين حملوا على الزائرين والزائرات في المدينة المنورة هؤلاء كانوا عرب. فإذا هؤلاء أبناء الزانيات. من يحمل على زائري وزائرات 4 من الأئمة، 4 من ذرية أمير المؤمنين، فهذا يبغض أمير المؤمنين فينتقم من ذرية أمير المؤمنين. فإذا هذا ابن الزاني. لن يبغضك من العرب إلا دعي، ولا من العجم إلا شقي. طبعا حسب ما يبدو لم يكن فيما بينهم من العجم أحد، ولا من النساء إلا سلقلقية. السلقلقية التي تحيض من الخلف وليس من القدام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لن يبغضك من العرب إلا دعي، ولا من العجم إلا شقي، ولا من النساء إلا سلقلقية. حديث شريف آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لا يبغضك من قريش إلا سفاحي. السفاح ضد النكاح، النكاح من الحلال، السفاح من الحرام. فمنتوج السفاح ابن الزانية، ابن العاهرة، ابن القحبة. لا يبغضك من قريش إلا سفاحي، ولا من الأنصار إلا يهودي. تدرون هناك كان اختلاط شديد، مراودة شديدة بين اليهود في يثرب وبين أهل يثرب. فهذول بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يثرب التي صارت فيما بعد المدينة المنورة، هذول لم يتغير كلهم، فبقي من الأنصار يهودي الباطن. ونعرف أن اليهود كانوا يبغضون أمير المؤمنين، فإذا الأنصاري الذي لم يتغير باطنه أيضا كان يبغض أمير المؤمنين، فكان على مشرب اليهود في بغض أمير المؤمنين. لا يبغضك من قريش إلا سفاحي،
ولا من الأنصار إلا يهودي، ولا من العرب إلا دعي. هؤلاء المهاجمون كانوا من العرب، فإذا كانوا أبناء الزانيات العاهرات القحبات. ولا من سائر الناس إلا شقي، يعني إذا فرض أن هناك إنجليزيا يبغض أمير المؤمنين فهذا شقي، دققوا النظر، هذا شقي وليس ابن القحبة. أما العربي الذي يبغض أمير المؤمنين فهو ابن القحبة. ولا من النساء إلا سلقلقية. مرة أخرى للتأمل: لا يبغضك من قريش إلا سفاحي، ولا من الأنصار إلا يهودي، ولا من العرب إلا دعي، ولا من سائر الناس إلا شقي، ولا من النساء إلا سلقلقية. هنا أكو اعتراف أنه هؤلاء الذين حملوا على زائري وزائرات رسول الله والأئمة الأربعة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء ما كانوا يبغضون رسول الله، وما كانوا يبغضون أمير المؤمنين، وما كانوا يبغضون الأئمة الأربعة. لنفرض ذلك جدلا، هل كانوا يبغضون هؤلاء الزائرين والزائرات عندما هجموا عليهم أم لا؟ إلا إذا انقلبت السعودية من الوهابية إلى السوفسطائية، فتقول هؤلاء الذين هجموا على الزائرين والزائرات ما كانوا يبغضون الزائرين والزائرات، وإنما كانوا يحبون الزائرين والزائرات. هذا الحديث الشريف القادم يقطع العذر عليهم وعلى الإعلام السعودي العربي والفارسي. الفارسي المساعد لإعلام نظام ديانة وحدة الموجود. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ليس الناصب العدو، عدو اصطلاحي، ليس الناصب من نصب لنا، أي من نصب لنا العداء، من نصب لنا